الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى هو أنك تعتقد بأن الله جل وعلا هو رب العالمين وخالق هذا الكون كله، وهو الوحيد اللي كيرزق وكيموت وكيحيي وكيدبر شؤون هذا العالم، حتى واحد من غيره اللي كيعاونو على شي حاجة ولا قاد على أنه يديرها. كيقول الله سبحانه وتعالى في سورة يونس: قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. ومن أهم ثمرات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أنه أولا كيقوي العزيمة وتولي عندك الشجاعة في القلب، بمعنى أنك ملي كتعتقد بأن الله عز وجل هو المسير المحيي والمدبر هذا الأمر مالك كل شيء، كيخليك دير داكشي اللي باغي دير بكل نشاط وقوة من دون خوف من شي عائق ولا شي مخلوق، لأن الأمر كله بيد الله سبحانه وتعالى. ومن ثمرات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أنه أعظم دافع لعبادته والتوكل عليه. فملي كتعتقد بأن الله عز وجل هو مالك كل شيء وبيده كل شيء وله مقاليد السماوات والأرض، هادشي كيخليك بأنك توجه ليه بالعبادة وتفرض ليه بالطاعة وتسعى جاهدا لنيل رضاه متوكلا محبا مقبلا عليه. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى في سورة هود: ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه. ومن ثمرات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أنه كيطهر النفوس من الخرافات والخزعبلات والأوهام واللي كتير من الناس طايحين فيها والعياذ بالله. كتلقاه معلق شي صفيحة ولا داير شي خميسة ولا راسم شي عوينة ولا معلق صباط ولا داير شومبرير، كلشي هادشي على اعتقاد بأنه باش ما يتصابش بالأذى ولا باش يدفع عليه العين ولا يحيد عليه التابعة ولا يطرد عليه النحس. وهذا كله داخل في الشرك في الربوبية، لأن الله تعالى كيقول في سورة الأنعام: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. ومن ثمرات الإيمان بربوبية الله سبحانه وتعالى أنه كيطمئن القلوب ويشرح الصدور. فملي كتشوف بأن الأمر كله في الحقيقة بيد الله سبحانه وتعالى يخلق ما يشاء ويختار، وكيولي عندك علم اليقين بأن ما كاينش شي واحد من مخلوقات الله سبحانه وتعالى يقدر يخرج على قدر الله سبحانه وتعالى ويفر من قدرة الله عز وجل. فهاد الشيء هذا كيخلي قلبك مطمئن بالله سبحانه وتعالى، وكتعرف بأن مثلا الرزق ما كاينش اللي يديه لك شي واحد. فبهذا الاعتقاد هذا كتخلي قلبك مطمئن ومتعلق بالله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، بشرط أنك تدير الأسباب وتطلب الله سبحانه وتعالى وتلح عليه في الدعاء باش يحقق لك داكشي اللي بغيتي.